اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض في كورس الشموع. وده تاني فيديو لينا في كورس الشموع. تابعوا معايا الكورس ده للاخر واوعدكم ان شاء الله الكورس ده هيخليكم محترفين في صناعة الشموع، ومش هتحتاجوا تاخدوا معاه اي كورس تاني بره. بس ركزوا في كل التفاصيل وهاتوا ورقة وقلم وتابعوا معايا الفيديو للاخر. يلا نبدأ. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انواع الشموع، وايه اهم 3 انواع للشموع هنحتاجها معانا في شغل الشمع، وخصائص كل نوع وبنستخدمه في ايه. تمام. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ايه هي اهم الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ مشروع الشمع بتاعنا، او سواء هواية خاصة بينا. طيب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين طبعا الشموع الخام. ده البرافين اللي احنا اتكلمنا، اللي هو الاموك اهو. ده اللي هو الاموك اللي احنا شرحنا عنه المرة اللي فاتت. والنخيل برضو قلنا خصائصه المرة اللي فاتت. ده النخيل. والصويا الصويا بتبقى كريمية وبحبها جدا بصراحة في الشغل، هي والنخيل. تمام. يبقى احنا كده عندنا 3 انواع شموع. طيب احنا محتاجين نبدأ بان احنا نجيب كيلو او 2 او كده؟ لا، هو ممكن نكتفي بنص كيلو من كل نوع. في الشمع ده مش لازم نجيب كميات كبيرة، نبدأ بكميات بسيطة نتعلم فيها، نجرب فيها، نبدأ. حتى لو هنبدأ احنا خلاص اتعلمنا وعايزين نبدأ، برضو نجيب كميات بسيطة نبدأ بيها، مش لازم نبدأ بحاجة كبيرة خالص. طيب دي انواع الشموع معانا، واتفقنا ان احنا نجيب منها كميات بسيطة. طيب عندنا قلنا نوعين من الشموع: شموع القوالب وشموع الكوبايات. شموع القوالب قلنا ان هي بتكون اللي بنستخدم فيها قالب، اللي بنستخدم علشان تشكيلها قالب، اللي بتكون قايمة بذاتها، مش لازم يعني احنا بعد ما بنصبها في القالب بنطلعها وبنحطها لوحدها، مش محتاجين القالب في حاجة بعد كده. اما شموع الكوبايات هي اللي بتتصب في الكوباية وبنستخدمها وهي مصبوبة في الكوباية ايا كان شكل الكوباية. تمام. ده نوعين الشموع. طبعا في النوع ثالث اللي هو الفواحات، وده يعتبر برضو من ضمن شموع القوالب. طيب ايا كان النوع سواء القوالب والكوبايات، في حاجات اساسيه ما بنستغناش عنها في صناعه الشموع. ايه هي؟ الميزان. ما نقدرش نستغنى عنه، بنحتاجه في كل حاجه. في وزن الشمع، وزن الشمع اللي هنحتاجها، في وزن العطر، ما بنستغناش عنه. الميزان اللي هو ده ما بنستغناش عنه ابدا ابدا في صناعة الشمع. طيب ايه تاني مهم جدا معانا؟ الترمومتر ده مهم جدا، اللي هو ترمومتر المطبخ بتاع قياس درجة الحرارة، بنستخدمه معانا. طيب ليه مهم؟ علشان بنقيس بيه درجة حرارة الشمع، علشان وقت ما بنحط العطر. ودي كلها تفاصيل هنعرفها لما نيجي نصنع مع بعض شمعة من الألف للياء. بس الترمومتر والميزان ما بنقدرش نستغنى عنهم في صناعة الشموع. ايه تاني معانا؟ الشعلة دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها اغلب الاوقات، انا بستخدمها في التزيين. ان انا لما بكون خلاص خلصت الشمعة وعايزة بقى ازين السطح بتاعها، بستخدم ان انا بقوم فاتحة الشعلة كده على الهادي وبسيح سطح الشمعة علشان
ازين بيها سطح الشمع. طيب ايه تاني معانا مهم؟ الاسترتش رول ده. الاسترتش رول ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في تعتيق الشمعة بعد ما بخلصها، وهنفهم ايه هو التعتيق طبعا في وقت صناعة الشمعة. خامس حاجة مهمة جدا معانا وهو ايه؟ مسدس الشمع. مسدس الشمع انا بستخدمه في تثبيت الفتيل. لما بكون بعمل الشمعة اللي هي شمع كوبايات، بستخدم في تثبيت الفتيل اللي هو مسدس الشمع، اللي هو زي كده. ثواني، انا في كذا نوع فتيل للشمع. في اللي هو الفتيل اللي هو بيجي رول على بعضه كده، انا بقص منه وبشمعه وبركبه في القاعدة دي اهي، بركبه في القاعدة دي وبقوم مثبتاها في الكوباية. بثبتها بايه؟ بثبتها بمسدس الشمع. طيب هو كل انواع الفتايل؟ مفيش انواع تانية؟ لا، بيبقى في انواع تانية، بيبقى في انواع جاهزة جاية متشمعة جاهزة. بيبقى في بدل المسدس الشمع ده قواعد لازقة بتتفك وبتتركب، بس انا مش بستخدم النوع ده. انا لما جيت بدأت بالنوع ده ومريحني، ومش حابة ان انا اغيره. مش حابة ان انا اغيره في الشغل. يبقى احنا عندنا كذا حاجة مهمة جدا سواء في شموع القوالب او الكوبايات. عندنا الميزان، الترمومتر، مسدس الشمع، الشعلة، الاسترتش رول، طبعا الفتيل والقواعد بتاعته اللي هي بتبقى عاملة كده. دي اساسيات الاساسيات في صناعة الشمع. يعني انت لو هتبدأوا بحاجة بس كده على الضيق، يبقى الحاجات ديت اللي انا قلت عليها مع طبعا الشمع الخام. طيب ايه بعد دول؟ طيب لو احنا عايزين نعمل الشمعة معطرة، يبقى طبعا لازم هنستخدم عطر. في انواع طبعا كتير، في اقصد اسماء كتير من العطور، بس هو نوع عطر واحد اللي بينفع مع الشمع ده لو احنا عايزين الشمعة معطرة. لو عايزين الشمعة فيها لون مش اللون الطبيعي للشمعة، هنجيب الوان. في كذا انواع الوان للشمع. الوان شمع، في اللي هو المايكا اللي هو بيبقى زي ده كده بودرة، مش عارفة هو باين في الكاميرا، وعشان اللون بنفسجي غامق فهو مش باين قوي. بيبقى فيه اللي هو اللون اللي هو المايكا ده لو انتوا عايزين الشمعة تكون لون تاني غير لون الشمع الطبيعي. وفي النوع تاني ده طبعا قرب يخلص معايا اهو، كنت جايباها علبة كاملة، اللي هي الوان الشمع الفبر كاسل. بستخدمها ازاي؟ بستخدمها بان انا اجيب القلم بتاع اللون وبقطع منه حتة صغيرة وبدوبها في الشمعة. طبعا هنعرف ده بالتفصيل واحنا بنصنع الشمعة مع بعض، بس يعني عموما علشان نلون الشمعة يا اما هنستخدم الوان المايكا دي اللي بتتباع جاهزة كده للشمع، او الوان الشمع اللي هو فبر كاسل ده بتاعة الاطفال، بيبقى مكتوب عليها واكس كريونز. انا بس العلبه مش موجوده معايا، بس هي معروفه ليها الفبر كاسل الوان الشمع بتاعه الاطفال. دي كنت جايباها من بدايه ما انا بدات مشروع الشمع، يعني يعتبر قربت تخلص معايا وبتقعد معايا فتره طويله جدا جدا، وعلى فكره تلوينها بيبقى جميل جدا. تمام، يبقى احنا كده شفنا ايه هي الاساسيات. طب لو احنا عندنا امكانيه ان احنا نزود حاجه بسيطه، نزود حاجه كمان، ايه اللي ممكن نزوده؟ ممكن نزود حاجات التزيين. يعني سوري، قبل حاجات التزيين هنكون محتاجين نجيب كوبايات، اي نوع بقى كوبايات، سواء خشب سواء اللي هي البرطمانات. هوريكم هي البرطمانات. ثواني خليكم معايا.
بيبقى فيه برطمانات زي ديت انا اللي بدأت بيها في بداية الشغل خالص. بدأت بالبرطمانات اللي هي الصغيرة دي، بيبقى فيه منها أحجام وسعرها كان رخيص جدا وقتها، كان باين ب3 جنيه أو حاجة، بتتباع بالجملة، وبيبقى فيها منها أحجام. فانتم ممكن بدل مثلا ما تبدأوا بحاجة زي دي، لأن بيبقى سعرها غالي، بتبقى مثلا 35 45 50 على حسب الحجم والشكل وكل حاجة، تبدأوا باللي هي البرطمانات البسيطة ديت. وطبعا مع التزيين بيبقى شكلها تحفة جدا في الشغل، وهبقى احط لكم صورة لشكل البرطمان ده لما بدأت اشتغل بيه في البداية. تمام. فاحنا هنقوم محتاجين حاجة اللي هي كوبايات، سواء بقى ايه، حاجة زي كده، حاجة زي كده في البداية تبقى حاجة بسيطة. وطبعا قالب لو احنا عايزين نشتغل بشموع القوالب. على فكرة احنا ممكن نبدأ بنوع واحد، يعني مش شرط ان احنا علشان نبدأ المشروع ان احنا يكون عندنا شموع قوالب وقوالب ويبقى عندنا طمانات. احنا ممكن نبدأ بس على طول بالانواع ديت، بنوع الشموع المعطرة اللي هي بتبقى في كوبايات، مش شرط ان احنا نبدأ بقوالب. ولو عايزين قوي نبدأ بقوالب، ممكن بدل القوالب السيليكون دي لانها بتبقى غالية طبعا، ممكن نستغنى عنها ب القوالب بتاعة الكب كيك ديت، وبتطلع شمعة تحفة. وهنبقى نعملها مع بعض ان شاء الله. لو ما عندناش قوالب الكب كيك دي، ممكن نستغنى عنها باللي هي الورق، قوالب الكب كيك اللي هي الورق، بس هنحط كذا واحدة في بعض عشان تكون متماسكة زي ديت. تمام كده. نعيد تاني. قلنا الميزان، الترمومتر، الستريتش رول، الشعلة، المسدس، الشمع، الفتيل، العطور. ممكن نبدأ بنوع واحد عطر، يعني مش لازم ننوع. القوالب اللي هنستخدمها سواء كوبايات او قوالب سيليكون. طيب لو احنا عندنا امكانية ان احنا نزود حاجة بسيطة كمان جنب الحاجات ديت، ممكن نجيب حاجات تزيين زي ايه، زي ورق الذهب اهو. زي ورق الذهب ده بيبقى شكله حلو جدا في التزيين. زي الاحجار ديت بتبقى تحفة في التزيين، حلوة جدا اهي. بيبقى فيه طبعا منها الوان واشكال كتير جدا اهي. مش لازم برضو نجيب كل حاجة، احنا ممكن بدل الاحجار دي نجيب الجليتر. انا كنت بجيب الجليتر ده، وكنت بشتغل بيه، بيبقى شكله حلو جدا في التزيين فعلى سطح الشمعة. ممكن حاجة زي كده. على فكرة يعني بجيب منهم وبيقعدوا معايا كتير جدا، يعني مش مرة ولا 2، لا لا لا، بيقعدوا معايا حبة حلوين. بس فهي دي الاساسيات معانا في صناعة الشمعة. مش هنحتاج اي حاجة تانية عشان نبدأ، وما توقفوش نفسكم عشان تبدأوا، لان الموضوع بسيط. زي ما بقولكم ممكن تبدأوا بنص كيلو شمع واحد. طيب لو احنا عايزين نختصر ال3 انواع شموع دول، عندنا شمع القمك، عندنا الصويا، عندنا النخيل. لو احنا عايزين نختصر ال3 انواع دول في نوع مثلا واحد، ممكن نبدأ بيه يعوضنا عن كذا نوع. نبدأ بايه؟ ممكن نستخدم النخيل، نجيب نص كيلو نخيل. طب اشمعنى النخيل؟ لان النخيل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ممكن يشتغل معانا في شموع الكوبايات، ممكن يشتغل معانا في شموع القوالب، ممكن يشتغل معانا في الفواحات، فهو هيشتغل في 3 انواع شموع. فاحنا ممكن في البداية ما نجيبش القمك، ما نجيبش الصويا، نجيب بس نص كيلو نخيل. هيشتغل معانا في شموع الكوبايات حلو جدا، هيشتغل معانا في شموع الفواحات، وهبقى اوريكم شغل شموع الفواحات. هيشتغل معانا في شموع القوالب. وشمع النخيل خصائصه كتير جدا، قلناها في الفيديو اللي فات برضو، ان هو بيحتفظ بالرائحة لمدة طويلة، وشكله كريستالي وحلو جدا، وبينفع فيه كل الانواع. فاحنا كده اختصرنا الادوات اللي احنا محتاجينها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت في الكومنتات، واستنوا معايا
بقية الكورس، وإن شاء الله هيبقى مفيد ليكم جدا. أشوفكم مرة تانية، مع السلامة.